شفت وشك نور ازاي ومنورين الدنيا، كلمات وتعبيرات بنستخدمها كل يوم. بس ليه المصريين بالذات عندهم ارتباط عجيب بكلمة النور؟ وليه بننتظر ليالي رمضان وبالذات العشر الأواخر بكل شوق وحب؟ مع دخول الإسلام مفهوم النور أخذ بعد روحي أعمق وخصوصا في ليلة القدر. الكولافشندي في كتابه بيوصف لنا ازاي القاهرة كانت بتتحول في الليالي دي لمنارة كبرى. الأناديل كانت بتملى المآذن والشوارع مش بس للإضاءة لكن كرمز احتفالي بليلة هي خير من 1000 شهر. المصريين اتعاملوا مع ليلة القدر وكأنها محطة سنوية لغسيل الروح بالنور الإلهي، ويقين إن لحظة تجلي واحدة قادرة تهزم أي ضلمة في القلوب. والحقيقة إن شغف المصري بالنور هو طبع متأصل. يان أسمن في كتابه بيشرح ازاي إن المصري القديم كائن نوري بامتياز، كان بيقدس النور كرمز للحق والعدل معد، ووصل لقمة الهندسة إنه قدر يوجه ضوء الشمس لقلب المعابد في مواعيد محددة علشان يقول إن النور هو اللي بيدي الحياة للمعنى. والربط هنا مش في أصل العبادة لكن في شخصية الإنسان المصري اللي دايما بيدور على النور، من شموس أبو سمبل اللي بتخترق الحجر لنور ليلة القدر اللي بيخترق القلوب وبيجدد الأمل. ليلة القدر بالنسبة لنا هي الميلاد السنوي للروح والفرصة اللي بنستناها علشان نفتح صفحة جديدة كلها نور. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إحساسكم بيكون عامل إزاي في ليلة القدر، واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع طوى الآثار.